السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هصور معاكم طقم السرير اللي انتوا شفتوه في الصورة ده، وهوريكم ازاي ان شاء الله هيكون رقصه سهل. آم، الاول كده ان شاء الله نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بعدين نشوف هنعمل ايه. اول حاجة طبعا السؤال اللي دايما بيتسأل، طب انا شفت طقم السرير وعايزة اعمل زيه، بس مش عارفة اجيب قماش قد ايه. ان شاء الله هقولك اي طقم سرير بكورنيش، يعني ليه كورنيش جنب واحد، والخداديات بتاعته ما فيهاش شغل غير شريط بسيط كده. اي طقم زي دون ان شاء الله بيبقى اللي هو 5 قطع، مخدتين وخداديتين وملاية بكرانيش. دي ان شاء الله كده دي بتاخد 5 متر ونص. يبقى ان شاء الله اول ما تشوفي ملاية طقم ملاية كده وانت عايزة تقصيه، هتجيبيله 5 متر ونص. ده في حالة لو الخدادية فيها كورنيش كده بسيط من على جنب واحد زي ما موجود كده في الصورة، هتجيبي 5 ونص. طيب انا هو جبت معايا القماش اهو، عندها 5 ونص اهو من القماش الفوشيا ده. انا جبت القماش اهو من عند التاجر، بيبقى كده متني كده. انا بجيبه يبقى متني كده اهو، متني على 2، دول طبقتين. اول حاجة بقصها ايه علشان خاطر ما تلخبطش، اول حاجة اقصها الملاية يعني اعرفي السرير 160 او 150، سواء 150 او 160. الملاية الاساسي بتاعته كام؟ بتبقى مترين. بعملها مترين ليه؟ عشان لسه بعملها كرانيش. يبقى الملاية للسرير 160، اعمليها قصي مترين، قصي مترين كده للملاية. انا هفرد القماش كده وهقص معاكم مترين للملاية. انا هو قصيت الملاية بتاعتي من عند ببدأ احط المزورة هنا، بحط المزورة اهو من عند الجزء المقفول ده، بحط المزورة وبقيس مترين. انا قصيت اهي الملاية دي مترين، دي كده انا قصيتها مترين. دي المترين دول من غير ايه؟ من غير الكورنيش. المترين دول بقى بيبقوا بتاع ايه؟ عشان البنات برضو اللي هي لسه جديدة وعايزة تفهم. انا عندي السرير 160، يبقى انا بحسب 160 اللي هو عرض المرتبة بالظبط، زائد ايه؟ زائد الجنب اللي هو بيبقى ايه؟ اللي هو بيدخل كده من الناحية التانية، سواء مثلا السرير لو جنب الحيطة، اللي هو بيدخل تحت المرتبة من الجنب التاني. يبقى 160 زائد بزود 40 سنتي ايه للجنب اللي هو الجنب اللي مش هتعمل عليه كورنيش. هيبقى قدامي في جنب، قدامي في جنب كده، في جنب اللي بيبقى اليمادي وجنب كده. يبقى انا بحط باخد 160 اللي هو عرض المرتبة، وباخد الجنب ده اللي هو كام؟ 40 سنتي. بيبقى قدامي هنا بقى ايه؟ هنا كده من غير كورنيش اهو زي كده. يبقى بتغطيلي من الجنب ده، بتغطيلي كده، وبتاخد العرض المرتبة 160، والأربعين بتوع الايه؟ الجنب اللي هو الجنب اللي الناحية التانية. اما الجنب اللي هو الامامي اللي انا هركبه الكورنيش، هي الملاية باخرها كده. انا لسه بقى بعمل حساب الكورنيش اللي انا هثبته على الحرف ده. يبقى خلاص اتفقنا ان انا اول حاجة بقصها، بقص 200 سنتي، 200 سنتي. يبقى قص مترين دولك للايه؟ للملاية. خلاص انا قصيت المترين. تاني حاجة بقى هقصها ايه؟ تاني حاجة هقصها هاخد متر. بعد ما اقص المترين هقص متر. المتر ده الايه؟ المتر ده بقى اللي انا هعمل منه الكورنيش. باخد متر وبقسمه على 2، لان اي كورنيش لاي ملاية بياخد متر. المتر ده بقصه بيبقى 50 قطعتين، بقصه بيبقى قطعتين، كل قطعة 50 سنتي. بقصه يعني بقص المتر كل لقطعتين، وبعدين بوصلهم ببعض. انا اهو بعد ما قصيت المتر اللي هو بتاع الكورنيش، رحت تانية كده وقسمها على 2. بقى معايا ايه؟ بقى معايا حتتين اهم. الحتتين دول بقى بعمل فيهم ايه؟ الحتتين دول اهم بطولهم كده، بروح فرداهم غسلاهم من بعض، وبروح بموصلاهم اهو. بروح ايه؟
بروح حطاهم جنب بعض وموصلاهم الاتنين، موصلاهم الاتنين ايه، موصلاهم ببعض. بقى معايا شريط طويل قوي، طوله يعني بيبقى حوالي، يعني بيقرب من 5 سنتي، بيبقى 5 الا ربع. طيب لكن بيبقى بقى، هي بيبقى 50 زي ما انتم شايفين كده اهو، بيبقى 50 في كام، في الطول 5 الا ربع. ده بالنسبة لأي كورنيش بتعملي لأي ملاية، حتى لملاية الأطفال بتعملي نفس المقاسات دي بالظبط. بتاخدي متر وتقسميه 2، ومعاكي قطعتين بتوصليهم ببعض. يبقى ده بالنسبة للملاية. يبقى كده الملاية بتاعتي خدت قد ايه؟ الملاية كاملة بالكورنيش خدت 3 متر. بقص مترين لوحديهم ومتر لوحده. انا كده خلصت الملاية بتاعتي كده خالص، خلاص كده الملاية خلصت بالكورنيش بتاعها. دلوقتي بقى هقص ايه؟ دلوقتي هدخل بقى على المخدات. طبعا المخدات انا بقصها حسب السرير اللي عندي. انا عندي السرير 160، بقص المخدة 160. لو عندي السرير 150 بقص المخدات على 150، يعني زي مقاس السرير بالظبط بقص المخدة. طيب انا برضو من نفس الحتة برضو المتنية دي هقيس قد ايه؟ هقيس 160. المزورة عندي بتبقى 150، وبعدين بزود 10 سنتي، بمشي بالمزورة لغاية ما اخلصها للاخر، وبعدين بزود 10 سنتي، يبقى معايا 160. انا دلوقتي قصيت المخدتين. قصيت ايه؟ قصيت كام للمخدات؟ قصيت 160 سنتي. ال160 سنتي دول بيطلعوا لي ايه؟ بيطلعوا لي مخدتين وبيطلعوا لي خدادية. يبقى ال160 بيطلعوا لي مخدتين وبيطلعوا لي خدادية. طب في واحدة تيجي تقولي طب ازاي هطلع خدادية؟ انا اقولك ازاي. بصي معايا، انا القماشة اهو ماسكاه من انا دلوقتي احنا عارفين المخدة بتبقى قد ايه؟ بتبقى العرض بتاعها 90، والطول بتاعها 160 اللي احنا واخدينه. العرض بتاعها بيبقى 90. اي كيس مخدة وهو مفتوح كده بيبقى العرض بتاعه كده 90 سنتي. 90 سنتي. لما باجي انا اقفله كده بالخياطة اهو، انا كده قفلته بالخياطة اهو، اداني كيس مخدة، كيس مخدة. يبقى احنا خلاص عشان متلخبطوش. طبعا لما ببقى تانية كده بيبقى بالعرض بتاعه ده بيديني ايه؟ بيديني 45 سنتي. لكن هو كيس المخدة وهو مفتوح، وهو قماش مفتوح، بيبقى 90 في 160. هقص ازاي ال90 دي؟ هوريكم ازاي هقص ازاي 90. احنا خلاص خدنا الطول 160، يبقى فاضي ان انا اخد العرض. ده الجزء بتاعي اللي انا قست منه 160، الجزء المقفول اهو اللي انا بقيس منه 160. باجي اخد ال90 منين بقى؟ باخد ال90 من عرض القماش اهو، برضو مقفول اهي معايا زي ما هو. باخد ال90 من عرض القماش، بمشي كده من عند البرصل ادي اهو كده، ادي البرصل اهو، ادي البرصل على البرصل اهو. بعمل ايه بقى؟ اهو ده زي ما انتوا شايفين، ده عرض القماش اهو، ده عرض القماش، وده البرصل اهو بيبقى على شمالي. لما باجي دايما اقيس عشان اخد ال90 سنتي بتوع المخدة، دايما البرصل ده بيبقى على شمالي، واقيس من عند البرصل لجوه كده 90 سنتي. اقيس 90 سنتي. او انا البرصل اهو على شمالي، وبدخل جوه كده لغاية ما اوصل ل90 سنتي. ادي 90 سنتي اهو، خدت علامة، وادي خدت هنا، خدت علامة كده. انا لغاية هنا كده ده 90 سنتي، ده اللي انا هطلع منه المخدتين. ادي اهو خدت العلامة بتاعتي، ده اللي انا هطلع منه المخدتين. واروح ايه؟ واروح قصة، واروح هنا من هنا كده، واروح قصة كده. اتفضل عندي ايه هنا؟
اتفضل عندي القطعة دي. بص انتوا ادي العلامة اهي، ادي العلامة اهي دي كده. كده خلاص كده انا خدت الايه 90 سنتي بتوع المخدة. انا كده اهو خلاص قصيت. اتفضل عندي ايه، اتفضل عندي القطعة دي. هاجي اقيس الحتة دي هلاقيها كام وهي متنية اهي. هقيسها معاكم برضه اهو. انا كده من عندي العلامة هقيس من عندي العلامة لغاية الاخر. طلع عندي كام؟ تطلع عندي 29. ممكن تبقى 29 او 28 طبعا. وهي القماش متني، القماش متني. يعني انا اما اجي افردها هتديني كام؟ هتديني لما اجي افردها هتديني حوالي ممكن 57 سنتي. واحنا عارفين الخدادية بيبقى عرضها 55 وطولها 75. دي هيبقى ايه عرضها كام؟ هيبقى معايا دي حوالي عرضها 57 والطول بتاعها اللي هو كام؟ هيبقى تبقى طويلة طبعا لان احنا واخدين القطعة دي طولها 160. فاحنا هنظبطها، هتبقى لما نيجي نفردها بقى هنظبطها. هتبقى معايا بعد ما اقصها، هتبقى معايا بعد ما افردها كده هتبقى معايا قطعة 77 في 160 ايه الطول اللي انا كنت واخداه. هظبطها بقى، هاخد 75. هتبقى معايا 57 في كام؟ هظبطها بقى انا معايا هتبقى 55 في 75. تمام كده 75. لا بص انا هقصها واوريها لكم. احنا زي ما اتفقنا احنا كده خلاص هنفصل هنا علشان ناخد المخدتين. ويتفضل معايا القطعة دي اللي هطلع منها الخدادية، خدادية واحدة. هوريكم برضو هتطلع ازاي. اهو هنا بعد ما فصلتهم ادي بقى معايا دي كيسين مخدة اهم. ادي كيسين مخدة وادي معايا الجزء اللي انا قلت لكم ايه المتنية دي اللي انا هطلع منه خدادية. انا هفتحها كده وهشوفها معاكم هتدي قد ايه. هفتحها وهقيسها هشوفها هتطلع كام. اهي قستها طلعت كام؟ طلعت 58 سنتي. ده عرض الخدادية. طب نيجي بقى للطول. هي طويلة اهي زي ما انتم شايفين. هروح اعمل ايه بقى عشان اخد طولها 58. دول انا هقص منها حتة بحيث يبقى ايه تبقى 55 مش 58 عشان الخدادية بيبقى عرضها 55. اجي بقى بالنسبة لطول الخدادية. طول الخدادية ايه؟ طول الخدادية وهي متنية كده اهي. طول الخدادية باخد الطول بتاع القماش اللي معايا بتنيه كده وبقيس معايا ايه، بقيس معايا 75 سنتي. وطبعا واقص زيادة. يبقى انا قست معايا طول الخدادية 75 وهقص الزيادة. هتبقى معايا خدادية 55 في 75. طيب هناخد الخدادية التانية ازاي؟ يبقى احنا كده جبنا ادي خدادية واحدة وظبطناها اهي. طب يبقى كده فاضل خدادية تاني. طيب احنا كده خدنا من القماش بتاعي اللي هو 5.5 زي ما قلنا. خدنا 3 للملاية و160. طلعولي مخدتين وكيس خدادية. يبقى انا خدت معايا اهو 3 للملاية و160 للمخدتين وخدادية. يبقى كده معايا كده كام؟ 64. اتفضل معايا كام بقى؟ هيتفضل معايا قطعة اقل من المتر، يعني هتفضل حوالي 90 سنتي. هاخد منها كام؟ هاخد منها 55 لان انا عارفة عرض الخدادية 55. هاخد منها 55 سنتي واقص. الباقي اللي هيطلع بقى ده هيبقى الكورنيش اللي هحطه على الخدادية من فوق. طيب انا خدت 55. طب هتيجي تقولي طول الخدادية. انا معايا القماش اهي هتبقى بطول، هتبقى بعرض القماش اهو. ادي قطعة شريط اهو طويل، قطعة طويلة اهي. وادي 55 اللي انا خدتهم. ادي 55 اللي انا خدتهم العرض. الطول بقى وهي متنية كده، دي وهي متنية كده
بقيس كام؟ بقيس 75 سنتي وقص، يعني زي ما هي كده ومجوز على زي ما هي كده اهي، وهي مقفولة كده قطعتين على بعض اهي. بقيس 75 سنتي طول واروح قص اهو. هاخد 75 سنتي طول الخدادية واروح قص. طيب في جزء اهو هيطلع، انا كده هقص الاول هنا، هقص واوريكم الجزء اللي هيطلع. ده انا قصيت الخدادية، طلعت معايا حته اهي، حته مش كبيره، دي بقى اللي هطلع منها القلابات. انا محتاجه قلابين لكل خداديه، قلاب. باخد القلاب قد ايه؟ حوالي كده 20 سنتي، حوالي 20 سنتي او 25 سنتي لو انا عايزاه كبير. انا عشان اطلع اتنين بروح تانية كده، وانا اخر حاجه طلعت القلابين اهو من القطعه اللي طلعت من الخداديه. ادي معايا قلابين، وهيبقوا بايه؟ بنفس هيبقوا نفس مقاس الخداديه بالظبط. طيب يبقى انا كده خلصت كده الملاية بتاعتي. زي ما عرفنا قلنا المخدة 160 بتطلع لنا مخدتين وخدادية، والخدادية التانية بنقص 55 سنتي، وبنحاول نظبطها بقى بتبقى 55 في 75 سنتي. والجزء اللي بيطلع في الاخر من باقي القماش ده بعمله كرانيش للخدادية. اخر حاجة بقى اللي هو الشريط الفرزاتش ده انا بحتاج قد ايه منه؟ بحتاج 3.5. بجيب 3.5. ليه؟ الملاية بتاخد 2.5، اي ملاية بتاخد 2.5، 2.5 متر، وكل خدادية بتاخد نص متر، عشان انا بعملها من جنب واحد. طب لو انا عايزة اعمل الخدادية من جنبين، يعني الجنب ده، يعني يبقى الجنب ده والجنب ده، يبقى كده هزود متر. يبقى كده لو انا اعملها كل خدادية على شريطين، يبقى الخدادية هتاخد متر، الخداديتين مترين، ومترين ونص للملاية. لكن لو انا هعملها زي اللي في الصورة دي بالظبط، يبقى 2.5 للملاية، وكل خدادية هتاخد نص متر. بس كده، ويبقى كده ان شاء الله كده خلصنا الطقم بتاعنا. وان شاء الله ان شاء الله هتشوفيني ان شاء الله في التقفيل. بس متنسيش لو عجبك الفيديو تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، وان شاء الله يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.